وعشان عيادتنا هي أول عيادة وقائية للأطفال في سوهاج، فكان لازم تكون اهتماماتنا بالتطعيمات الإضافية من أولوياتنا. التطعيمات الإضافية دي يعني التطعيمات اللي مش موجودة في وزارة الصحة، اللي هي مثلا عشان ابنك ما يجيلوش التهاب رئوي كتير فالمفروض ياخد تطعيم اسمه المقورات، عشان ابنك ما يجيلوش نزلات معوية المفروض ياخد تطعيم الروتا، عشان ابنك ما يجيلهوش النزلات البرد او النزلات الشعبية ياخد مصل الانفلونزا، عشان ابنك ما يجيلوش الجدري ياخد مصل الجزري، وعشان ابنك ما يجيلهوش الالتهاب الكبدي ياخد الالتهاب الكبدي. كل دي تطعيمات كوقاية من المرض. انت لو جربتي ان ابنك اتحجز في مستشفى عشان عنده التهاب رئوي هتعرفي قيمة التطعيم ده، ولو جربتي ان ابنك اتحجز في مستشفى عشان نزلات معوية هتعرفي قيمة التطعيمات دي. فلو في امكانية ان انتوا تطعموا اولادكم ادوهم التطعيمات دي، مهمة جدا.